أراد سيدنا عمر بن الخطاب الزواج من أم كلثوم. حينئذ كان هو أمير المؤمنين. أم كلثوم بنت الصديق أبو بكر وأخت السيدة عائشة. فبعث إلى أختها السيدة عائشة رضي الله عنها، فرحبت بذلك وسعدت بهذا الخبر، فأسرعت إلى أختها تبشرها بالنبأ السعيد. ففوجئت أم كلثوم تقول لها: وما أفعل بعمر؟ ذلك رجل خشن العيش شديد الغيرة، لا يملأ رأسه إلا الرعية، وأنا شابة أريد من يصب علي الحب صبا ويكون عابدا لله. فاستنكرت عليها ذلك السيدة عائشة قائلة: يا بنيتي، إنه عمر أمير المؤمنين. فغضبت أم كلثوم وقالت: والله إن لم تتركيني لأصرخن أمام قبر رسول الله أنني لا أريد الزواج بعمر بن الخطاب. فحارت السيدة عائشة، فذهبت تستنجد بعمرو بن العاص تخبر أنها حائرة في أمرها. فذهب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب وقال له: ألا تتزوج؟ فقال عمر بسعادة: بلى. فسأله عمرو بن العاص: ممن تتزوج؟ فقال: أم كلثوم بنت أبي بكر. فرد عليه عمرو بن العاص: وما لك وتلك الجارية مات أبوها منذ شهور، فتبكي لك بالليل والنهار تنعي أباها. فنظر إليه عمر ابن الخطاب نظرة ذات مغزى سائلا إياه: أو حدثتك عائشة؟ فرد عمرو ابن العاص: نعم. ففهم عمر بن الخطاب ثم أومأ برأسه: إذن لا داعي لها. تمعنوا في القصة ستجدون العجب. انظروا إلى جرأة هذه الفتاة الصغيرة وهي ترفض أمير المؤمنين، وانظروا لهذا المجتمع الرائع الذي تقبل وجهة نظرها باحترام، وانظروا إلى حسن تدبير أمنا عائشة وعمرو بن العاص في إيجاد طريقة لإبلاغ عمر ابن الخطاب. وانظروا إلى عمر عندما تقبل الرفض وهو الفاروق أمير المؤمنين. وانظروا إلى أم كلثوم وهي تعلن دون حرج حاجتها الرجل يصب عليها الحب صبا، دون أن يتنافى ذلك مع اشتراطها للدين حين قالت: ويكون عابدا لله. وتزوجت رضي الله عنها بعد ذلك طلحة ابن عبد الله، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. تحياتي.